في البيزنس وفي الحياه عموما كمان مفيش حاجه اسمها امن. النهارده انت فوق ممكن بكره تكون تحت. النهارده السوق والناس بيتكلموا باسمك، بكره ممكن يكون محدش فاكر لك عنوان. في شركات وصلت لاعلى القمم، شركات لما بنسمع اسمها بنفتكر قمه ونجاح وتطور وعظمه. لكن السؤال الحقيقي هنا مش ازاي وصلوا، السؤال الاهم هو ازاي وقعوا. احيانا السقوط بيبقى بسبب منافسه قويه او تكنولوجيا جديده مثلا، لكن في حالات نادره بيكون السبب اعمق من كده بكتير. السبب بيكون داخلي، الغرور، الاعتقاد ان احنا وصلنا ومحدش هيقدر يجي جنبنا. هنا بيبدا مرض اسمه الغرور، وده اخطر مرض ممكن يصيب اي شركه او بيزنس او حتى شخص، لانه بيخليك ترفض تسمع وترفض تتغير وتعيش في الماضي بدل ما تواجه الواقع. فالنهارده هنتكلم عن شركتين كانوا علامه من علامات التاريخ: نوكيا اللي كانت ماسكه نص سوق الموبايلات في العالم، وشركه كوداك اللي اخترعت الكاميرا الرقميه. ولكن الاثنين وقعوا بنفس الطريقه، شافوا التغيير ورفضوه واعتقدوا ان النجاح الابدي ده حق مضمون ليهم، ولكن نسيوا ان السوق ما بيرحمش. بعد ما تعرف قصتهم هتفهم ازاي الغرور ممكن يقتل النجاح، وازاي شركتين كبار زي دول اتحولوا من اساطير لقصص تحذيريه. في اوائل الالفينات نوكيا يعني كانت موبايل، وموبايل يعني كان نوكيا. نوكيا كانت بتنتج موبايلات بتتباع في كل مكان. الناس كانت بتحبها عشان البطاريه والبساطه والمتانه. يعني تخيل انت ماسك موبايل البطاريه بتاعته ممكن تقعد معاك بالاربع والخمس ايام ما تشحنوش، او انك تبقى ماسك موبايل وانت قاعد في بلكونتك في الدور الثالث يقع منك وتنزل تلاقيه سليم. فنوكيا ساعتها في الوقت ده كانت بتسيطر على تقريبا 50% من الموبايلات في العالم. وفي 2007 نوكيا باعت 437 موبايل في سنه واحده. ولكن في نفس السنه دي حصلت كارثه غير متوقعه لنوكيا. ستيف جوبز قدم الايفون، موبايل بشاشه تاتش ما فيهوش زراير، بنظام تشغيل ذكي، ومتجر تطبيقات تقدر تحمل منه اي حاجه انت عايزها. لما نوكيا شافت ده كان اول رد فعل ليها قال ده لعبه اطفال، الناس مش هتحب الشاشات التاتش، وان نظامهم القديم والكيباد والزراير افضل بكتير للمستهلك من الشاشه التاتش. وهنا بدل ما يطوروا من نفسهم قرروا ان هو يعيشوا في وهم القوه. حاولوا بعدها ينزلوا موبايلات ذكيه، بس كانت متاخره ومعقده ومش جذابه. في الوقت ده كان في شركات تانية بتجري بسرعه زي اندرويد مثلا. اندرويد كانت موبايلاتها بتنتشر بسرعه جدا. ابل نفسها كانت مبيعاتها بتزيد كل سنه عن الثانيه. وفي الاخر المستهلك بيدور على تجربه جديده وحديثه وتبقى سهله بالنسبه له. نوكيا حاولت تلحق الوضع، دخلت شراكه مع شركه مايكروسوفت، بس السوق كان خلاص قال كلمته. وفي 2013 نوكيا باعت قسم الموبايلات بتاعها كله لشركه مايكروسوفت وطلعت بره سوق الموبايلات. والسبب هنا هو الغرور. نوكيا افتكروا ان هم اكبر من التغيير، ما سمعوش السوق ولا شافوا المستقبل، فبقوا جزء من الماضي. الشركه الثانيه وهي شركه كوداك، ودي كانت الاسم الاول في عالم التصوير قبل ما نبقى بنصور بالكاميرات الرقميه الحديثه او الموبايلات. زمان لما كان حد يقول لك هات لي كوداك فده معناه ان هو بيقول لك هات لي صوره. كوداك كانت مسيطره على العالم في القرن العشرين، كاميرات وافلام وتحميض وكل حاجه. واللي هيفاجئك اكتر ان كوداك هي اول شركه اخترعت الكاميرا الرقميه. في 1975 كان في مهندس شغال في كوداك اسمه ستيف ساسون اخترع اول نموذج لكاميرا رقميه. راح بيهم فرحان ومبسوط للاداره، قال لهم شوفوا الاختراع بتاعي اللي هيغير لكم العالم. بس كان الرد الصادم جدا وقتها من الاداره ليه، وهو ان هم قالوا له رايح على جنب، احنا مش عايزين اختراعات، الاختراع بتاعك ده لو طلع للنور سوق الافلام بتاعنا هيتقتل. فكوداك هنا كانت شايفه المستقبل بس خافت منه وقررت تدفنه. في التسعينات بقى واوائل الالفينات في شركات تانية ابتدت تدخل السوق بتاع التصوير الرقمي زي سوني وكانون ونيكون. الناس بقت عايزه صور فوريه من غير تحميض ولا وقت كتير، وفي نفس الوقت صور يقدروا يخزنوها على اجهزه الكمبيوتر بتاعتهم او يبعتوها على الايميلات. كوداك لما شافت الوضع كده حاولت ترجع، نزلت بكاميرات رقميه السوق، بس كانت متاخره ومش بجوده ولا تسويق المنافسين في الوقت ده. وفي 2012 كوداك اعلنت افلاسها رغم ان هي كانت تقدر تسيطر على سوق التصوير الرقمي، بس غرورها وخوفها من التغيير جاب نهايتها. فبعد ما عرفنا قصه كوداك ونوكيا ممكن هنا نسال سؤال واحد: ليه شركات بالحجم ده وبالنجاحات دي يقعوا في فخ واضح زي ده وهو الغرور؟ الاجابه هنا ان الغرور مش بيجي فجاه، الغرور هنا بيكون نتيجه بتتكون بالتدريج. لما اي شركه بتنجح لوقت طويل بيبدا الاحساس عندهم ان هم عارفين وفاهمين كل حاجه، ويبدا الخطر الحقيقي هنا لما الصوت الداخلي جوه الشركه او جوه المكان يبقى اعلى من صوت السوق، والمديرين اللي جوه المكان يرفضوا يسمعوا افكار جديده ويتمسكوا بالموجود بدل ما يجربوا الجديد. ولكن هنا ممكن نستنتج بعد ما سمعنا القصتين ان في حلول، زي انك تبقى واعي ومصحصح قوي للكلمه اللي بيقولها السوق في الوقت ده، او انك دايما تحفز الابتكار الداخلي او الصوت والافكار الجديده جوه المكان اللي انت فيه. وفي حاجه كمان مهمه وهو انك تعترف انك مش دايما على حق. والحاجه الاهم واللي لو كنا خدنا بالنا منها في القصتين بتوع كوداك ونوكيا هنلاقي ان هي السبب الرئيسي في سقوطهم، وهو انك ما تتعلقش بالماضي. المهم ان احنا نقدر نطبق كل الكلام ده مش بس على الشركات ولكن علينا احنا شخصيا، لانه كل واحد فينا ممكن يقع في نفس الفخ. لما هتنجح لك شويه هتحس انك عارف كل حاجه ومفيش داعي انك تتعلم اكتر، بس لو فضلت متمسك بنفس طريقه تفكيرك نفس مهاراتك ونفس اسلوبك فهيجي عليك وقت
هتلاقي نفسك متاخر والناس اللي حواليك سبقتك. علشان كده لازم كل واحد فينا يسال نفسه شويه اسئله مهمه. هل انا لسه بتعلم؟ هل انا لسه مستعد اني اسمع نقد حتى لو النقد ده مش على هوايا؟ هل انا مرن في الفيدباك او في الكلام اللي انا بسمعه من الشخص اللي قدامي؟ لان ببساطه لو نوكيا كانت سمعت ولو كودك كانت خافت على المستقبل اكتر من خوفها على الحاضر بتاعها دلوقتي، كان ممكن التاريخ يكتب حاجه تانية. بس الكويس انه انا وانت لسه بنكتب تاريخنا. فالسؤال الحقيقي دلوقتي، هتكون نوكيا وكودك ولا هتكون قصه نجاح بتتعلم من غيرك قبل ما تقع بنفسك؟ لو انت وانت بتسمع الفيديو دلوقتي افتكرت قصه فشل ليك قدرت ان انت تتخطاها وتطلع منها بشكل اقوى ودروس تتعلمها، اكتبها لي في الكومنتس. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.